شنو نجيب لك عجلة؟ تجيبيها تركب بها كده سداري وتعيد ايام الشباب. تذكر لما بتوريني صورك بتاعت العسكرية؟ علين جهزي نفسك بكره العقد. عقد شنو؟ عقد امك مع عقدك انت ذاتك. شنو عقدك انت ذاتك؟ انت يا زول شارب حاجة ولا مالك؟ امي؟ ما سمعت زول ده بقول في شنو؟ هاتي في شنو يا ابوي؟ واللي ايه بالسرعه دي؟ اقل لا خلينا ناخد وقتنا ونتفاكر. يتفكر في شنو يا امي؟ الموضوع ده داير لي تفكير. انا قلت لك الزول ده ما دايره، ما بحرسه. الزول ده جاي بكره يعقد. شنو جاي بكره يعقد؟ انا اصلا ما موافقة. ومن الراي موافقتك؟ كلامي انا بيمشي، سامع ولا لا؟ حازم لا ما سامعة، وانت كان سكران امشي اقتل وصحصح وبعدين تعال اتكلم معانا. تبي تقتل ولا شنو؟ ما ترفع يدك ارفع يدي واقتل لكم هنا كمان. حاتم انت ما في زول مال عينك في البيت ده ولا شنو؟ اقل لا عيل لابوك العيال ده. ما في زول مالي عيني وما بحترم اي زول، انا المسؤول هنا في البيت ده، كلامي يمشي عليكم كلكم. يا ولد ابوي ما تشتغل بيه عليك الله، ما تشتغل بيه يا ساكو يا زهومك يا ابوي، عليك الله ما تيجي روحك. ابوي عليك الله. معليش يا ابوي، معليش، ما تيجي روحك. شنو يا عريضة؟ الليلة قافلة الاثنين ديل. أحسن أقفلهم، لأنه لو اتكلمت هتزعل مني شديد. الزعل ده منو؟ أنا ذاتي ما بعرف. قولي الأمان شغالة. امبارح يا الليبي ود عمي جا البيت وقال لي أبوي أنا عايز المية دي، وأبوي اعتذر له شديد، قال لي المية دي في ناس جايين يتقدموا ليها، وقال لي الود ده أسبوع لو ما جا وجاب أهله حيديني لي ود عمي مغداد. مغداد ده من البدوك ليه ده؟ يتي ناسانة ولا شنو؟ لا يجوز. أنا بكرة بجي للحاج وبغنيهم. حتجيب ناس وحتقول له ده لأهلك صح؟ أنا ذاتي شايفاه وده حل مناسب. لا أنا بجي للحاج وبوريه قصتي دي كلها، ولما يعرف هيتعاطف معي. ليه يا الليبي؟ لو انت جيت وقلت له انا ما عندي اهل حتكتم شديد. انا عارفه ابوي وعارفه عقلته. ربنا هيجيب معي. أنا لما جيت دعوني في الخور وأنا ما تام يوم، ربنا شافني ورسل لي زول. ما تشيلي هم، الأمور حتظبط يا ريدة. عنب الليبي جيب ناس وديهم قروش، خليهم يعملوا فيها انه ده لاهلك. اصلا ابوي ما حيسالهم بطاقتكم وين، وبكده انا متاكده ما حتكتم. منتهي. أنا بكرة بجي للحاج ده وبقفل الجيم ده. عنب عنب عنب. حاتم السلام عليكم. خير. عايزك في موضوع شويه حساس. بيني وبينك ما في مواضيع، بعدين لله في لله كده ما قاعد كيف لك. انجز. والله نفس الشعور من هنا ما بتنزل لي، لكن قلت انصحك نصيحه عسى ولعل كلامي يهبشك. تنصحني؟ انصحك نصيحة؟ احكي. حنين دي يا اخي جادين ده كبير عليها. عني ما عندك معاه شغل يا زول، بعدين انت مش عشان تجيب سيرة اختي قدامي. حاتم انا ما جاي اتضارب معك، خلينا نتفاهم. يا حاتم أمرك في شنو؟ ما تشتبك مع السان. اضطر دار الدين نصايح اخر الزمن. زول سطحي الله يكلمك حمار شويه عليك. حمار؟ امشي يا حمار عشان ما افك لك الدور ده. هو شبهينا وتلاقينا. أبرد يا حاتم. فضلك يا شكرا. يعطيك العافية. دنيا بالله الشافعة دي احنا امبارح حضرنا ولادتها، هسي هي عريس وتعرس واحنا قاعدات كده. حصلكيش ورق يا اختي. ايش ناس عليك الله بتقولي فيه ده؟ بخير حبيبي، علمني الكلام ده. الله يفك علينا، نحن هسه في الكشتينة ولا في بورتنا دي؟ انت يا اختي الراجل ده العجب شنو في حنين؟ والله ما فيها شيء عجب الا اسمه. يا اختي كان عريس مطلقنا، كان قال لها لنا شرف التجربة، يا اما المطلق ولا الفايروس. اصبري مصير البحر يلاقي القيفة. يلا يا شيخنا نبدأ. طيب ان شاء الله. وين وكيل العروس؟ انا
وين وكيل العريس؟ انا العريس ذاتي يا شيخ. طيب وين الشهود؟ موجودين. طيب على بركة الله هنبدأ.